السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل التقيت بجن من قبل؟ هل مررت بتجربة رأيت فيها شبحا ما أو روحا معلقة بين عالمي الموتى والأحياء؟ بعض من حولنا مروا بتجارب من هذا النوع، ومنهم من قص علينا تجربته، ومنهم من أصابه الجنون والفزع فصمت. وتلك تجربة عايدة تروي قصتها مع رؤيتها لشبح الطفلة المختنئة. تروي سيدة في العقد الرابع من عمرها تسكن في منطقة بالمدن الجديدة خروج زوجها وتركها برفقة طفلها الرضيع، وأثناء مكوثها بالمنزل سمعت فجأة طرقا على باب المنزل، فذهبت لترى من هناك، فإذا بطفلة صغيرة تقف خلف الباب. فتحت السيدة الباب فوجدت طفلة صغيرة تجلس على الدرج وتبكي وتصرخ بشدة. كيف لم تسمعها من خلف الباب؟ اتجهت عايدة صوب الطفلة ووقفت تحدثها وسألتها عما تريد. أخبرتها الطفلة أنها ترغب بالعودة للمنزل، فسألتها عايدة من أين جئت؟ فالعمارة لا يوجد بها سكان سوى أنا وزوجي، وعجوزان يقيمان بالطابق الرابع وليس لديهما أطفال. في هذه اللحظة بكى طفلها، فذهبت للإطمئنان عليه، وعادت فلم تجد الطفل ولم تجد أحدا قط. دخلت عايدة إلى شقتها واستكملت ما بدأت وهي في حالة من الدهشة، وفجأة بكى الصغير مرة أخرى، فانطلقت نحوه ورفعته على كتفيها، وكان يبكي بطريقة هستيرية لم يبكي بها من قبل. وهناك سمعت عايدة صوت صراخ الطفلة، ففتحت الباب لتجدها تقف خلف باب الشقة المقابلة لها وتطرق شراعة الباب وتهتف بها لتخرجها. أغلقت عايدة الباب وهي منقبضة بشدة، لكن سكت رضيعها بمجرد أن دخلت إلى شقتها مرة أخرى. ومع عودة زوجها قصت عليه ما حدث، فاندهش الزوج وأخبرها أن الشقة المقابلة لهما لا يوجد بها أي شخص، فأكدت له ما حدث على الرغم من علمها أنها الشقة فارغة بالفعل. استغرب الزوج، وبعد إتمام الغداء هبط إلى محل البقالة المجاور للعمارة، وكان به رجل عجوز يعيش في المنطقة منذ أعوام، وسأله عن تلك الشقة، فأجابه أن تلك الشقة تحديدا كان يعيش بها رجل وزوجته وطفلتهما الصغيرة. وفي أحد الأيام خرج الاثنان وتركوا الطفلة، ولكنهما عندما عادوا كانت الطفلة قد فتحت الغاز الذي تسرب بشدة وخنقها خلال دقائق. ومنذ ذلك الحين ترك الزوجان الشقة، ولم يستطع أحدا أن يمكث بها طويلا. ففي كل مرة كان يأتي إليها سكان الجدد كانوا يرون الطفلة تقف خلف الأبواب وهي تطرقها بشدة وتبكي وتطلب منهم أن يخرجوها لأنها تختنق. بالطبع لم يستطيع الزوجان أن يغادر الشقة بسهولة، فأثر الزوج أن يضل بها طالما أن المشكلة في الشقة المجاورة. عقب مرور بضعة أيام انقطع التيار الكهربائي، وكانت عايدة وحدها بالمنزل. أمر مرعب في هذا الظلام. حاولت أن تتحرك صوب باب المنزل، وبالفعل وصلت إليه بصعوبة وهي تتحسس طريقها إليه، ولكنها كلما فتحته كانت تشعر أنه موصد من الخارج. ظلت تحاول فتح الباب حتى عاد التيار الكهربائي مرة أخرى، وهنا سمعت صوت بكاء الطفلة آتيا من حمام شقتها. انزعجت عايدة وظلت تبسمل وهي تتجه لترى ما هناك، فوجدت الطفلة تجلس على الأرض وبيدها أشياء أشبه بالطين
ترسم بها أشكالا غريبة على أرض الحمام. ثم نظرت إلى عروس بيدها وطلبت من عايدة أن تلعب معها، ولم يكون الصوت بصوت الطفلة. هناك انطلق صوت الرضيع باكيا بهستيرية، والطفلة ما زالت تردد: تعالي العبي معي، بنفس الصرامة المرعبة. وفي تلك اللحظة انغلق باب الحمام على عايدة والطفلة في لحظة عصيبة. وهنا لم تجد عايدة سوى بدء من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى انفتح الباب بفجأة، فخرجت نحو الرضيع لتجده ملقي بالأرض ويبكي بشدة، وفي مكانه العروسة التي كانت بيد الطفلة. انتزعت عايدة طفلها وظلت تصرخ، وعندما أتى زوجها روت له ما حدث، فأتيا بشيخ ظل يقرأ على المنزل، ثم أخبرهما بأن الأمور قد صارت أفضل، ولكن تلك العروس يجب أن تحرق فورا. وبالفعل أحرقوا العروس، وفي المساء حدثت المفاجأة، حيث احترق المنزل عن آخره. انتقلت الأسرة لمسكن آخر وظلوا به سنوات، إلا أن طفلها عندما صار في مرحلة عمرية أكبر بدأ يحدث والديه عن فتاة صغيرة يراها في خزانته تجلس بين ملابس، كلما فتحها